من وجهة نظر حضرتك انا كشاب دلوقتي لو سافرت لوحدي هقدر اعمل فلوس واعمل مستقبل لنفسي، ولا اللي جاي على قد اللي رايح في ظل الضرايب المرتفعة والايجار وتكاليف الحياة؟ بص يا عبد الرحمن، من وجهة نظري انا، وانت سألتني على وجهة نظري فانا هرد عليك بشخصيتي وبنظرتي للموضوع. شايفة انك تقدر طبعا، طبعا. آم، ولكن عشان اتاكد انا برضو سالت زوجي، قعدت هنا سنتين اتنين، عزب لوحده، فسالنا يعني ناخد برضو من وجهة نظر الشباب ايه. في شباب برضو مصاريفها بتبقى مختلفة عن البنات فنفهم يعني. قال لي لا بصي، هو لو شاب صريف اصلا فهو يعني بيحب الخروجات وبيحب الاكل بره وبيحب السهر وبيحب يروح وبيحب اللبس وبيحب يشتري وبيحب يعني، فهو ولا هيحوش لا هنا ولا هناك ولا في اي حته. ده رقم واحد. لكن هو لو شاب هنقول معتدل، يعني شخص حتى في المتوسط، هتبقى الحسبه والاسم هتبقى كده: ربع الراتب هيبقى في ايجارك، الربع التاني هيروح على اكلك وشربك، ربع هيروح على البلات، فواتير وحركات، الاخير ده المفروض متعان في الباكت كده ما يجيش ناحيته. ده لو انت معتدل، فما بالك بقى لو انت شخص ماسك شويه كمان، يعني بتحبكها شويه وحريص شويتين، وتعرف امتى تشتري لبس وامتى ما اشتريش لبس وامتى اشتري كذا وهعمل اكل في البيت، ويعني الموضوع يبقى فيه شويه هندله وشويه تخطيط، تعمل فلوس مرتاح يعني. بالعكس ده انا جوزي بيقول لي ده هو ده الوقت المناسب انه يعمل فيه فلوس، هيتجوز ويخلف شكرا. فهي دي الفرصة طبعا. ولو انت قدامك فرصة سفر وحاسس ان انت محتاجها وحاسس انها تفرق معاك في حياتك يعني لا اعمل كده يعني وربنا يوفقك.